حلوى الستارة او حلوى المكشكشة من احلى الحلويات التركي، جميلة جدا. طبعا الناس كلها بتعملها دلوقتي، انا عملتها من فترة وكنت منزلها من فترة. هي في الاساس بتتعمل بالكاستر. لو حد حابب يعملها بالمهلبية اوكي اعملوها بالمهلبية، لكن هي طعمها بالكاستر طبعا احلى بكتير جدا. بتاخد نص ساعة بالكتير، يعني مش اكتر من كده في شغلها. هنعمل دلوقتي الكاستر. هنجيب حلة او كزرولة هننزل فيها بكوبايتين حليب. لو عايزين تعملوا كوبايه حليب وكوبايه ميه بتتعمل، مفيش مشكله. انا عملتها كذا مره واحده حليب واحده ميه، مش لازم الاتنين حليب يعني علشان تخفضوا في التكلفه شويه. وطعمها حلو جدا طبعا مش فارق. هنضيف عليهم معلقتين كبار كاستر، بس الكاستر تبقى المعلقه مليانه. هنا انا ضاعفت الكميه لان هعمل صينيتين. انا قلت لكم مقدار صينيه واحده بس، يعني وانا بتكلم هقول لكم مقدار صينيه واحده. لكن اللي عاوز يعمل صينيتين هيعملها اربع كوبايات واربع معالق كبار كاستر، لكن انا هكتب لكم مقدار صينيه واحده بس في صندوق الوصف. هنقلب الكاستر مع الحليب وبعدين هنرفعه على البوتاجاز يغلي، وانا بنضيف هنا سكر ولا اي حاجه. بعد ما بتغلي على البوتاجاز بنضيف باكت فانيليا بس، ولا اكتر ولا اقل. بتوطي النار علشان الكاستر ما يكلكعش معاكي، وبالمضرب الشبك تقعدي تقلبي فيه طبعا لغايه لما يتجانس ويغلي. اول ما يغلي اطفي البوتاجاز عليه، بس خلص الكاستر خلاص. وبعدين طبعا بنركنه على جنب يبرد وبعدين بنستخدمه. كده انا هخلطه وهحطه على البوتاجاز يغلي وبعدين هطفي عليه البوتاجاز. هحضر الشربات بتاعي. الشربات هنزل بكوباية سكر، وهنزل عليهم بكوباية ونص مية، ده للصينيتين برضو. لو انتوا بتحبوا الشربات كتير خلاص يبقى اعملوا المقدار ده لصينية واحدة براحتكم. احنا لا بنحب السكر كتير ولا الشربات نفسه يبقى كتير. ليه؟ السكر اصلا عدو الجسم. السكر بيكون خلايا سرطانية في الجسم. ففي ناس بتنزل فيديوهات حريقة سكر، فيعني حذاري حذاري من زيادة السكر. حاولوا حتى مشروباتكم اصلا تخلوها بدون سكر، ده يعني اللي عايز يحافظ على صحته. والصحة طبعا من عند ربنا. كده خلاص دول انا هزود عليهم نص كوبايه ميه وهرفعهم على النار. كل حاجه هتلاقوها في صندوق الوصف. السمنه هنا زبده على زيت، سمنه على زيت. المهم انا عملت نص كوبايه. ممكن الصينيه هتاخد معاكي من نص لتلت، مش اكتر من كده. برضو ما تزودوش الدسم اوفر، يعني ممكن تاخد تلت خلاص كافي، يبقى ما تزوديش اكتر من كده. هنا على السكر ده انا هعصر يعني كم قطره من الليمون كده، وهضيف معلقه جلوكوز. البرطمان الجلوكوز ده وصل سعره حاليا 30 جنيه، للي ما يعرفش سعره كان ب10 جنيه. ما علينا. المهم دلوقتي خلاص بعد ما زودنا الجلوكوز هنرفعه على البوتاجاز يا دوب يغلي 5 دقايق، وادفع عليه النار بس خلاص، مش اكتر من كده. احنا ما بنعملوش تقيل. في ناس بتعمل الشربات بتاع الجلاش تقيل زي بتاع المحلات، لا احنا مش بنعمله كده. حابين تعملوه تقيل هتعملي واحده سكر لواحده ميه، وكده هيبقى مسكر قوي كمان. هنجهز هنا بقى الجلاش. هنجيب الباكت بتاع الجلاش، هنفرشه على بلانشا او على جنبيكي مثلا لو في مكان في الرخامه يفرش الباكت بتاع الجلاش. وبعدين هنبدا ناخد منه في الصينيه. هنعمل صينيه عادي، صينيه مستطيله علشان تعرفي تكشكشي. ويفضل لو في صواني من اللي هي بتاعه الطرط او بتاعه البسبوسه بتبقى الحافه بتاعتها منخفضه شويه، يفضل بتبقى سهله في الشغل جدا. هندهنها طبعا من الزبده والزيت او السمنه والزيت. كده انا عندي الجلاش. انا كده هحدد الجلاش اللي هكشكشه. يعني هحط الصينيه كده فوقيه، وهحدد انا عايزه قد ايه، بس على قد يعني مقاس القاعده. سي مثلا لو القاعده 20 سنتي، العرض بتاع الصينيه 20، يبقى انا هقطع الجلاش بتاعي مقاس 20. هقيسه 20 سنتي واقطعه واركنه على جنب. لكن هركن 5 ورقات بقى مش مقصوصين خالص، دول اللي احنا هنحطهم في القاعدة. الجلاش هنا مش عريض، في جلاش تاني بيبقى عريض، يعني الورقة بتطبقيها بتبقى الورقة طبقتين فوق بعض، دي مش مكملة الطبقتين. ده الجلاش الزهر ده صغير مش حلو. في جلاش كان تاني اسمه روتانا حلو وعريض، يعني الورقة بتديكي طبقتين ما شاء الله. هنا في القاعدة احنا هنحط 5 ورقات. 5 ورقات يكونوا مطبقين متنجين. دي مش عريضة فبرضه هنتغاضى عن العرض القليل، بس برضه هما 5 ورقات، ما تضيفيش اكتر من كده علشان ما يبقاش مجلد معاك الجلاش. وطبعا كل ما بنضيف طبقة بندهن حبة بسيطة من السمنة والزيت، مش بنغرق، لا حبة بسيطة. بلاش برضه يبقى فيه دسم في الاكل علشان جسمكم ما يربيش دهون. حافظوا على صحتكم، الصحة غالية لما بتضيع محدش بيعوضها ولا مليون دكتور حتى. فحافظوا على صحتكم، كلوا كل حاجة بس الأكل يبقى باعتدال. الدسم باعتدال، أي حاجة تبقى باعتدال. السكر كلوا حلويات عادي بس سكرها خفيف، مش سكرها اوفر. يعني محلات بره السكر فيها صعب بصراحة، ففي البيت احنا بنعمل على أساس بنقلل الشربات شوية، بيبقى سكره قليل جدا جدا عن بره.
بس هو الرزق بتاع ربنا. كده خلاص احنا بنحط الورق وبندهن برضو طبقة من السمنة والزيت او الزبدة والزيت، واحدة واحدة لغاية لما تحطي اللي هما الخمس ورقات. ما تزوديش عن 5، بلاش 7. ممكن حد يقولك 7، اوعي تحطي 7 هتبقى تقيلة من تحت. هما الخمسة كافي قوي. انت لو ضربتي الخمسة، الورقة مطبقها في 2، 5 في 2 هتبقى ب10 ورقات. عايزة ايه اكتر من كده؟ ما يتحطش اكتر من كده. كده خلاص احنا خلصنا. هنجيب الكاستر بتاعنا خلاص برد، هناخد الكاستر وهنفرده فوق الورق بتاع الجلاش هنا. مش طبقة كتيرة برضو، طبقة يعني وسط، ولا خفيفة ولا تقيلة. كده انا نزلت بكمية الكاستر بتاعتي. لو حابة ازود تاني هزود، بس هفردها الاول واشوف محتاجة تاني ولا لا. بس انتوا شوفوا بقى يعني، ما تحطوش طبقة كتير، يعني هي الطبقة يدوب زي ما قلت لكم وسط، مش لازم كتير. بعد ما هنضيف بقى الكاستر ممكن هحتاج حبة صغيرة هضيفها. هنعمل بقى الجلاش بقى، هنكشكشه بقى زي المروحة بتاعت زمان. الناس اللي بتاعت زمان. كده انا قطعت الزيادة في الورق، لان انا هاخد بس مقاس الصينية. مقاسها تقريبا يمكن كان 20 حاجة زي كده، يعني مش اكتر من كده. احنا بنحط الصينية زي ما شفتوا في اول الفيديو وبنقصها. هنيجي هنا هناخد الورقة، هناخد ورقة واحدة ونثنيها زي ما انتم شايفين كده، يعني مرة من تحت ومرة من فوق. مروحة مكشكشة. وفي ناس بتمسكها وتقعد تكشكش فيها كده في بايديها، بس مش بتطلع مظبوطة زي الطريقة دي. زمان احنا كنا بنعمل مروحة بنفس الشكل كده ونتنيها ونحط فيها دبوس من فوق، لما الكهرباء تقطع كنا بنهوي بيها. دي كانت طرق بدائية. بس فهي المروحة دي سهلة جدا وبسيطة، او المكشكشة يعني. فاحنا عملناها كده. هنرصهم في الصينية بقى بحذر، واحدة واحدة، علشان الشكل ما يضيعش مننا. هي عايزة بس وانت بتعمليها اعمليها بالراحة علشان شكلها يبقى قاعد حلو، لان هي حلاوتها في شكلها. لازم شكلها يبقى جميل. هكمل انا الصينيه وبعدين هرجع لكم. هي سهله جدا وبسيطه زي ما انتم شفتوا. هي بنكشكشها مره تحت ومره فوق، مره تحت ومره فوق. هتتكشكش معاكي، بس ما تخليهاش عريضه. يعني خلي الكشكشه تبقى مثلا سنتي، ما تخليهاش كبيره. في ناس ممكن تخليها عاليه، لا ما تخليهاش كبيره. هخلص الصينيه وهرجع لكم هوريكم شكلها. كده خلاص هندهنها بالزبدة والزيت، مش كتير يعني برضو. هدهنها. بعد ما ادهنها الفرن هنا بقى انا مشغلاها على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. اول ما تلاقيها احمرت من تحت شغلي لها الشواية من فوق، تاخد لون ذهبي معاكي. بس خلاص وخلصت. بعد ما تخرج الشربات او القطر او الشيرق بيبقى بارد، ما ينفعش يبقى سخن. لو سخن هتعجن. فاحنا بنقطعها بعد ما تبرد تماما. طبعا بتدخلها الفرن، ممكن تاخد معاكي ربع ساعة تلت ساعة حسب الفرن بتاعتك وحسب السخونة. ده شكلها بعد ما خرجت بيبقى لونها تحفة. الشواية ما تبقاش عالية قوي علشان ما تحمرهاش جامد، بس ناخد لون ذهبي مش اكتر من كده. في افران بتبقى الشواية فيها عالية جدا، مسافة ما تشغليها هوب تلاقي الحاجة لونها احمر جدا جدا. فلا، راعوا شوية، او كل واحد عارف الفرن بتاعته يعني. راعوا شوية، اللون بيبقى ذهبي بس مش اكتر من كده. هنا بنسقيها بالشربات او القطر طبعا زي ما قلنا، او الشيله بتبقى بارده. عايزين ترشوا عليها من فوق جوز هند، عايزين تضيفوا مكسرات ضيفوا، عايزين تضيفوا فول سوداني ضيفوا، اللي موجود عندكم ضيفوه. وفي ناس بتعملها من غير ولا ده ولا ده ولا ده. يعني ممكن هو حبة فول وخلاص، جوز هند وخلاص، اللي موجود عندك ضيفي. والجوز هند بيبقى حلو جدا على فكرة فيها. بس بعد ما تبرد شوية كده هنقطعها وهنقدمها. ده الشكل النهائي بتاعها. انا قطعتها كده، اخدت منها قطعة هوريها لكم في الطبق. قدموه بقى مع شاي، مع قهوة، مع اي حاجة بقى، اي مشروب. ده شكلها حلو جدا وجميلة جدا. بس اعملوها بالطريقة دي حلوة قوي. واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.